العالم كنا خليناها فان هاد الكائنات كلها كتعيش في ارض سميتها ارض او، اللي هي فين كدور احداث وقت المغامره. هادشي اللي شفناه راجع لسببين. السبب الاول هو تاثير دوك القنابل النوويه بحيث تسبب تشوهات لجميع الكائنات، والسبب الثاني هو استيقاظ الليتش. الليتش كيمثل ديك القوه السحريه بحال احياء الموتى والتحكم في العقل والى اخره. فهنا السحر ديالو كيأثر على كاع الكائنات اللي دايره به، وهذا الشيء اللي نتج لينا هاد الكائنات المرعبه والخارقه للطبيعه. الليتش ملي كيخرج كيبقى جالس لمده 1000 سنه كيدرس عند الجلوب، والجلوب في عالم وقت المغامره هو اله ديالهم استغفر الله العظيم. كيتعتبر اقوى كائن كاين في الكون كامل، وكيعيش في واحد المكان كيقولوا له العدم. والليتش كان قال لنا في احد الحلقات باللي هو اخر تلميذ عند الجلوب. هذا كيعني باللي الليتش كيعتبر الجلوب كقدوه ليه. قال ليه الهدف ديالو هو ينشر الفوضى ويقتل جميع انواع الحياه. هذا الشيء اللي كيمثل لنا هذا الكائن اللي سميتو ذا جلوب، وايضا يقتل الناس كقربان ليه. نهار خرج الليتش عاوتاني بان لينا هذا البطل الاسطوري المسمى بيلي قدر يتغلب على الليتش ويحبسه في واحد الشجره في مملكه الحلوى. في نفس اللحظه هذه الجزيره اللي فيها البشر كيتولد بطل القصه ديالنا فين، ولكن بسبب الاب ديالو كانوا عليه شي ديون هجمت عليه شي عصابه وهرب للمحيط. وهنا باه ضحى براسو باش يقدر ينقذ فين ويبقى عايش. هنا كيكون وصل لمملكه او وكتربيه واحد العائله ديال الكلاب. هنا فين كيتعرف على جيك وكيترباو وكيكبروا مع بعضياتهم حتى كيوليو ابطال معروفين. في واحد النهار كانوا كيكونوا جالسين مع اميره العلكه كيتاملوا هما جالسين في امان الله. اميره العلكه كتشوف رؤيه مظلمه على الليتش. هنا كتقرر تمشي تاكد منه واش باقي محبوس ولا لا. في الاول كتلبس الفين وتجيك شي احجار باش ما يقدرش يوصل لعقلهم. من طلعتهم للسجن واطمئنوا عليه باللي راه مازال محبوس. كيخرج واحد الحلزون من الشكاره ديال فين، مع كيشوف فيه الحلزون كيسيطر عليه. غادي نوقفوا هنا وما تنساوش خليو معكم واحد سبسكرايب واللايك باش نكملوا. يلا